لو محتار انك تدخر فلوسك في الشهادات البنكيه او انك تستثمرها في الاصول زي الذهب والعقار، يبقى تعالى اعرفك ايه الفرق بين الادخار والاستثمار. تعال. فكره الادخار هو ازاي تحافظ على قيمه فلوسك مهما حصل تغيرات زمنيه. اما بالنسبه للاستثمار فهو انك ازاي تعلي من قيمه فلوسك وتزودها. يعني مثلا لو زي دلوقتي من سنه كان معاك مليون جنيه، وقتها سعر المتر للشقق بيتراوح في المناطق الجديدة زي العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة بيتراوح من 6000 جنيه ل 7800 جنيه للمتر كاش، ولو بنتكلم في التقسيط كان بيوصل من 9000 ل 11000 جنيه للمتر، وكمان بيتقسطوا على مدد كتير زي 10 سنين ومقدمات من 10 ل 20%. يعني تقريبا كده المليون جنيه دول كانوا يجيبوا لك شقة من 130 متر ل 170 متر كاش، أو إنك مثلا تدفع مقدمة شقة 200 متر واللي كان تقريبا متوسط سعرها حوالي 2 مليون أو 2 مليون 200. يعني كنت هتدفع لك 200 220 الف جنيه مقدم وهتقسط الباقي على 10 سنين، وكمان كنت هتجيب بباقي المليون جنيه عربيه مرسيدس سي 180 موديل السنه اللي كانت وقتها عامله 780 الف جنيه بس. ولو انت ما بتحبش العربيات المرسيدس كنت ممكن تجيب لك عربيه اقل شويه في الامكانيات زي التوسان اللي كانت موديل السنه وقتها عامله 600 الف جنيه بس، وكان ساعتها هيتبقى معاك مبلغ من المليون جنيه تقدر تحطهم في اصول من اللي بتحافظ على قيمه فلوسك زي الذهب مثلا. وترابيزات بلياردو وبينج. لكن لو ما عملتش كل ده ورحت حطيت فلوسك في شهاده 18% اللي طلعت في نهايه الربع الاول من السنه اللي فاتت، وقلت استنى سنه اخد المليون جنيه بتوعي زي ما هم وكمان فيهم فايده 18% واشتري كل اللي انا عايزه. انا بقى احب اقول لك ان في الربع الثاني والثالث من نفس السنه سعر متر الشقق وصل من 7.5 ل 9.5 للمتر كاش، ومن 11000 ل 13000 للمتر بالتقسيط، والعربيه السي 180 وصل ثمنها ل 999 الف جنيه. يعني نفس المليون جنيه بعد شهر واحد بس من وقت ما حطيتهم في الشهاده بقى يجيبوا لك شقه كاش من 105 ل 135 متر، او ان يجيبوا لك العربيه بس، او بقى انك تشتري عربيه اقل خالص في الامكانيات ويا دوب تدفع مقدمه شقه متوسطه المساحه. والموضوع ما وقفش لحد كده وبس، ده كمان في الربع الأخير من نفس السنة سعر متر الشقق وصل من 8.5 ل 10.5 كاش، والعربيات شبه ثمنها الضعف. يعني الشهادة بتاعتك اللي هتتفك لسه في شهر 3 اللي جاي اللي هتاخد فيها مليون جنيه بتوعك وكمان في يوم ال 180 ألف جنيه الفايدة، يا دوب هيجيبوا لك ساعتها شقة 120 متر تقريبا كاش. وطبعا العربية انت هتنسى السي 180 اللي وصلت دلوقتي لثمنها أكتر من مليون و300 ألف جنيه، وهتفكر بقى انك تنزل شوية تاخد حاجه صيني زي الام جي اتش اس اللي كان ثمنها في اول 2022 كان حوالي 360 الف جنيه، واللي بتتكلم النهارده ثمنها 750 الف جنيه. كفايه بقى يا اخي، انت إيه ما بتحسش؟ يا ريتني ما سالتك. الخلاصه من كل اللي انت عملته انك لا استثمرت ولا ادخرت، لانك ما حافظتش على قيمه فلوسك ولا زودت قدرتها الشرائيه. وطبعا وفي وسط حاله التضخم اللي موجوده في العالم واللي بيتضحى بالتبعيه حاله الركود العام في الاقتصاد العالمي، فبالتالي انت اهم حاجه انك تعملها دلوقتي انك تقوم تحط فلوسك في حاجه بتحافظ لك على قيمتها او ان هي بتزود لك قدرتها الشرائيه. ودلوقتي اسيبكم انا بقى عشان الحق احط فلوسي في ذهب او عقار او اي اصول من اللي بتحافظ على قيمه الفلوس او بتزود قدرتها الشرائيه. سلام. قرر كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25%.